جبنا الورقة والقلم يبقى كده الموضوع مهم. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم بعد فترة طويلة. رمضان خلص اهو، والعيد كمان ايامه بتخلص. كل سنة وانتم طيبين. مبدئيا انا جايه لكم ايدي مش فاضية، جايه لكم بسلسلة فيديوهات ازاي توصلي لافضل نسخة من نفسك. اعتقد السلسلة دي هتفيد بنات كتير جدا، بتبقى متشتتة في حياتها، مش عارفة توصل لأهدافها، مش عارفة نفسها بمعنى أصح. ففي السلسلة دي هتكلم عن جوانب كتير تخص البنات، وده أول فيديو في رحلتك لتطوير نفسك وازاي توصلي لأفضل نسخة من نفسك من غير أي ضغط ومن غير ما تحسي انك لازم تتغيري في يوم وليلة. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجاية، واعملوا شير لاصحابكم عشان هما كمان يستفادوا بالسلسلة دي. ولو عجبكم الفيديو بحطوا له لايك، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة حابة اتكلم فيها ليه التغيير مهم. كلنا اوقات بنحس ان حياتنا ماشية بنفس الطريقة كل يوم، روتين ثابت، مفيش اي تغيير بيحصل، مش بنكون راضيين عن نفسنا بنسبة 100%. بس التغيير ده لازم علشان نوصل لأحلامنا ونوصل لأهدافنا. والموضوع مش مجرد اننا نحلم وبس، لكن لازم نبدأ ناخد خطوات فعلية ونبدأ نغير العادات اللي بتوقفنا اننا نوصل لأحلامنا وأهدافنا. جبنا الورقة والقلم يبقى كده الموضوع مهم. تاني نقطة، اكتشفي ذاتك. اول واهم خطوة بالنسبة لي في رحلة التغيير هي انك تبقي فاهمة وعارفة نفسك كويس قوي. عارفة انت مين، تبقي عارفة نقاط قوتك ونقاط ضعفك، تبقي عارفة ايه الحاجات اللي بتميزك عن غيرك، تبقي فاهمة نفسك كويس قوي. الموضوع ده هنبدأ نعمله ازاي؟ جيبي ورقة وقلم، اقسمي الورقة لجنبين. الجنب الاول اكتبي نقاط قوتك، ابدأي اكتبي الحاجات اللي انتي شايفة نفسك كويسة فيها. مثلا انك شاطرة في حاجة معينة، انك واثقة من نفسك، انك بتعرفي تتواصلي مع الناس، انك شاطرة في مهارة معينة وبتعرفي تعمليها كويس قوي، انك واثقة من نفسك زيادة عن اللزوم وبتعرفي تتكلمي كويس. اكتبي كل حاجة، اكتبي كل حاجة عن نفسك. الجنب التاني اكتبي نقاط ضعفك او العادات اللي بتعمليها ومش بتساعدك انك توصلي لأحلامك واهدافك. مثلا انك ما بتعرفيش تتواصلي مع الناس، مش اجتماعية زيادة عن اللزوم، مثلا شايفة نفسك ضعيفة في حاجة معينة وحابة تطوري منها. اكتبي كل حاجة. اهم حاجة في الموضوع ده انك تكوني صادقة مع نفسك، لان دي بجد اول خطوة حقيقية في التغيير. لانك لما تبقي عارفة الحاجات دي هتبقي قادرة تفهمي نفسك اكتر، هتبقي قادرة وعارفة تحددي اهدافك بطريقة صح، هتبقي شايفة كل حاجة قدامك وانتي عايزة تشتغلي على ايه عشان تنجحي، عايزة تحسني من ايه علشان توصلي للاهداف دي. فدي بالنسبة لي اهم خطوة، هي انك تبقي عارفة نفسك كويس قوي وعارفة انت عايزة ايه. تالت نقطة، ليه لازم نبدأ التغيير النهاردة؟ ما تستنيش وقت مناسب، ما تستنيش وقت معين، ابدأي قرار التغيير من دلوقتي. من بعد ما تشوفي الفيديو ده اقعدي مع نفسك، قرري انك عايزة تتغيري، شوفي ايه احلامك وايه اهدافك وايه طموحاتك وابدأي التغيير. ممكن تبدأي بحاجات بسيطة قوي، زي انك مثلا كاتبة حاجات معينة في نقاط ضعفك، ابدأي اشتغلي عليها وحسني منها. زي انك مثلا مش واثقة من نفسك، ابدأي اتعلمي ازاي تثقي من نفسك. زي انك مثلا عايزة تطوري مهارة معينة، ابدأي ابحثي وشوفي ايه المهارة دي واعرفي كل حاجة عنها وابدأي اشتغلي عليها. الفكرة ان الخطوات البسيطة دي لما تستمري عليها بعد فترة هتشوفي نتيجة، هتحسي بتغيير واضح عليكي. والاستمرارية هي اساس النجاح، مش من اول يوم او يومين او اول اسبوع وتقولي انا محسيتش بتغيير. ما تيأسيش وما تستسلميش، لان التغيير مش بيجي في يوم وليلة، المهم هي الاستمرارية. رابع نقطة وهي ازاي تبني عادة يومية. العادة هي ان حاجة بتحصل معانا كل يوم، بس المميز فيها انها بتخلي نمط يومي صحي اكتر. زي ايه مثلا؟ زي انك تقومي بدري، انك تقومي بدري ده هيزود الانتاجية عندك، كمان يومك هيبقى اطول وهتقدري تنجزي المهام اللي عليكي بشكل احسن. كمان ممكن تمارسي الرياضة يوميا، الرياضة حلوة قوي للجسم وتحفة. ممكن كمان تبداي تقرأي يوميا، القراءة حلوة قوي للعقل،
بتغذي العقل، بتعرفك معلومات اكتر. وممكن تختاري مجال انت حباه تبداي تقراي فيه. ممكن تخصصي 10 او ربع ساعة ليكي يوميا، تقعدي مع نفسك، تفضي افكارك، تركزي مع نفسك شوية. كل دي عادات صحية تقدري تكتسبيها. النقطة رقم 5 وهي تحدي. التحدي ده تحدي 7 ايام للتغيير. التحدي ده في 7 ايام كل يوم تختاري حاجة معينة تعمليها، تركزي عليها بس خلال اليوم. زي انك مثلا تكتبي هدف معين وتقرري تحققيه في اليوم ده، او مثلا حابة تعملي حاجة جديدة، او حابة تجربي حاجة جديدة، او حابة تنزلي تروحي مكان معين. شوفي انت حابة تعملي ايه خلال ال7 ايام دي، بس الحاجة دي تبقى مفيدة ليكي وتحسي بعدها فعلا بالتغيير. جربي التحدي ده وقوليلي في الكومنتات ايه اكتر حاجة فرقت معاكي. اخر نقطة بالنسبة لي دي مهمة قوي برضو، انك تبدأي تواجهي مخاوفك وتتحدي نفسك. لما تقرري تخرجي من منطقة الراحة، هو ده هيخليك تتطوري وتبداي تتحدي نفسك وتبداي تخوضي التجارب اللي بتواجهك. ده هيديك الشجاعة انك تكملي. كمان ما تخافيش من الفشل. الفشل جزء من النجاح. الفشل هو اللي بيخليك تتعلمي ويديكي معلومات اكتر. اخر حاجة حابة اقولها، امني بنفسك، امني بقدراتك. رحلة التغيير مش هتبدأ غير لما تثقي في نفسك وتؤمني انك قادرة توصلي لكل اللي انت عايزاه وقادرة تحققي كل احلامك. فأؤمني بنفسك، أؤمني بقدراتك، أؤمني انك قادرة توصلي لكل اللي انت عايزاه لما انت تقرري تعملي كده. ودي كانت حلقة النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى تكونوا قررتوا بجد انكم تبدأوا التغيير. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان الحلقات الجاية توصل لكم، وكمان تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. اكتبولي في الكومنتات قررتوا فعلا تبدأوا التغيير ولا لسه بتفكروا. وكمان اعملوا شير لاصحابكم عشان هما كمان يستفادوا ويقرروا رحلة التغيير. واشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.